قطر تقرر نفي القرداوي وأحرارها يؤكدون الثورة قادمة. قطر تتخلص من مفتي البترودولار، حيث توصلت قطر إلى اتفاق شبه نهائي مع تونس حول انتقال مقر إقامة الشيخ يوسف القرداوي رئيس ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من الدوحة إلى تونس. وأوضحت المصادر أن تميم بن حمد أمير قطر ناقش تفاصيل الموضوع خلال زيارته الأخيرة إلى تونس الجمعة الماضية مع نظيره التونسي المنصف المرزوقي. يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه عدد كبير من التيارات المدنية التونسية عزم الحكومة على استضافة القرداوي، خاصة في ظل الانتقادات الكبيرة والتحديات التي تواجه تونس مع نظرائها العرب وعلى رأسهم مصر.